السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المتابعين الأعزاء. لم ننسى ولن ننسى قضية البنت جنات المغتصبة وقضيتها التي ما زالت متداولة في المحاكم، وننتظر بفارغ الصبر أن يتم الحكم بشرع الله وبشكل عادل. أما أنكم تعطون لوالد الضحية 5 مليون ريال ويحكم على المغتصب ب15 سنة سجن، فهذا القاضي إما لا عقل له أو أنه لم يدرس القضاء أو لا يفقه شيئا في القضاء. لو كانت بنته ما حكم بهذا الحكم الجائر الظالم. وما زلنا نتابع من بعيد، لعل وعسى ذوي الألباب يستوعبون حجم هذه القضية وهذه المشكلة، ونحن على ثقة ويقين أن القضاء وشرع الله سيأخذ مجراه. هذه قصة لهذا القاضي المحترم ولذوي الألباب واللبيب بالإشارة يفهموا. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى فرسا من رجل من الأعراب وركبه ليجربه، ولكن سرعان ما أصاب هذا الفرس عرج، فقال عمر رضي الله عنه للأعرابي: خذ فرسك. فأبى الأعرابي، فاحتكم إلى شريح القاضي، فقال شريح: يا أمير المؤمنين، خذ ما ابتعت أو رد كما أخذت. فولاه عمر رضي الله عنه قاضيا واستحكمه على ذلك. وفي نهاية الحديث الحق سينتصر ولو بعد حين، وإن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أعتقد أن الرسالة وصلت. السلام عليكم ورحمة الله.